البراند اويرنس او الاويرنس زي لو دوست عليها هنا هيظهر لك الجولز بتاعتها. يعني جواها ريتش، براند اويرنس، فيديو فيوز، ستوري، لوكيشن اويرنس. الحاجات دي بتستخدمها لو لسه بتبدأ وعايز الناس يعرفوا انك موجود. الاويرنس بتستخدمها لو لسه بتبدأ وعايز الناس يعرفوا انك موجود. يبقى هدفك هو الوعي بالعلامة التجارية اللي هي البراند اويرنس. الهدف ده بيركز على انه بيوصل اعلانك لاكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن يهتموا بالمنتج او الخدمة اللي بتقدمها. مفيد جدا لما تكون لسه مش مشهور وعايز تبني اسمك في السوق. خليني اقولك على سيناريو مناسب للاوبجيكتيف دي. لو عندك براند ملابس جديد وعايز تعمل ضجة في السوق او عايز تخلي الناس تعرفك، استخدم الوعي بالعلامة التجارية اللي هي البراند اويرنس. ونيجي بقى لمرحلة الريتش ده بيعتمد على الوصول لأكبر عدد ممكن من الناس، بغض النظر بقى عن مدى تفاعلهم. الناس دي بتتفاعل، بتشوف الإعلان بتاعك، بتضغط عليه لايك، بتسيب رسالة، بتسيب كومنت. مش فارق معاه، هو القصة كلها إن أنت إعلانك يتشاف أكتر عدد. وده برضه خليني أقولك على سيناريو مناسب لو عندك عرض محدود وعايز الكل يعرف عنه في أسرع وقت ممكن، زي تخفيضات في عيد أو مناسبة. يبقى الريتش هو الهدف الصح. في ناس كتير بتتلخبط بين الريتش والبراند اويرنس او الريتش والاويرنس. الريتش زي ما احنا قلنا، خليك على طول فرق ما بينهم كده. الريتش بيروح لاي حد، اي حد مش فارق معاه عمل تفاعل مع الاعلان بتاعك ولا ما فارق، هو اي حد بيشوف الاعلان. يعني حتى ممكن عميل مش مناسب ليك. البراند اويرنس بيروح لناس ممكن تتفاعل مع الاعلان. هو بيبقى لغط كبير كده في الموضوع، بس اغلب الناس بتستخدم الريتش. بس هما في الاخر الاتنين مش معتمدين، يعني مش هيجيلك منهم رسائل او كومنتات او مثلا انجيجمنت، لايكس، ايموشن، اي حاجه. الحاجات دي مش يعني مش هتظهر لك.